مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريتري نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، ولكن في البدء إليكم هذا الإعلان الصادر عن دار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية. إعلان عن التماس رؤية هلال شهر شوال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فبمشيئة الله تعالى من المحتمل أن تثبت رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء 29 من رمضان 1447 الموافق 18 من مارس 2026. فإذا ثبتت رؤية الهلال مساء الأربعاء فسيكون يوم الخميس غرة شهر شوال لعام 1447 هجرية الموافق 19 من مارس 2026. وإن لم تثبت رؤيته مساء ذلك اليوم فسيكون أوله الجمعة 20 من مارس 2026. فالمرجو متابعة وسائل الإعلام مساء الأربعاء. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير. دار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية، أسمرة 24 من رمضان 1447 هجرية الموافق 13 من مارس 2026. بالعودة إلى نشرة الأخبار، إليكم أهم وأبرز العناوين. الاستثمار في المرافق الصحية يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بإقليم القشقركة. إشادة بمساهمة المواطنين في برامج التنمية لمديرية سرون. تنظيم دورة تدريبية حول التعرف على الذكاء الاصطناعي واستخداماته في مدينة دفر. دفاعات خليجية تتصدى لهجمات إيرانية وغارات إسرائيلية تضرب طهران. قتلى في غارة باكستانية على مستشفى بأفغانستان. القوات النيجيرية تتصدى لأول هجوم كبير على مايدوغوري منذ سنوات. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أدى إدخال المعدات الحديثة وتخصيص الموارد المهنية في المرافق الصحية بإقليم القشبركة إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة. وأوضح مسؤول فرع وزارة الصحة في إقليم القشبركة الدكتور ولدو يوهنس بأن 1165 متخصصا بمن فيهم أطباء متخصصون يعملون في 84 من المرافق الصحية، حيث تتكامل المعدات الطبية الحديثة في التشخيص والجراحة التخصصية والرعاية. أوضح أن المعدات الطبية في مستشفيات تسني وغردات وبارنتو المرجعية ومستشفى قلوجة الأهلي ساهمت أيضا في توفير خدمات لم تكن متوفرة سابقا. وقال الدكتور سياس من قستاب مدير مستشفى بارنتو الإقليمية المرجعية أن المستشفى أصبح قادرا على إجراء أنواع مختلفة من العمليات الجراحية بفضل إضافة أخصائيين في أمراض النساء والباطنية وطب الأطفال والجراحة. وطرح النظر في توفير محطات الأكسجين في المستشفى. من جانبهم قال المختصون أن المعدات الحديثة المتكاملة قد وصلت إلى مرحلة تمكنهم من تحديد الأمراض بدقة وعلاجها بالقدرات المحلية وتقديم العلاج اللازم، مضيفين أنهم يأملون في معالجة أوجه القصور. أكد المدير المؤقت لمديرية سرونا السيد هيلي منقشة بأن برامج التنمية المنفذة في 16 إدارة ضاحية في المديرية كانت فعالة بفضل مساهمة المواطنين والمؤسسات الحكومية. وفي اجتماع جماهيري عقده في بلدة سرونا قال السيد هيلي أن سكان إدارات الضواحي ساهموا في تركيب أعمدة الكهرباء ومد خطوطها وبناء غرف انتظار الولادة وتمهيد البنية التحتية لشركة إيريتيل وإصلاح الطرق المتضررة. وفي الختام ذكر المجتمع بضرورة تكثيف مبادراته لتطوير وتوسيع مؤسسات الخدمات الاجتماعية المتكاملة على مختلف المستويات، ودعا إلى تنفيذ برامج لحفظ المياه والتربة قبل حلول فصل الخريف. واقترح المشاركون بدورهم معالجة مشكلة نقص الأدوية في المرافق الصحية وتوفير عدد كافي من الجرارات خلال الموسم الزراعي. في غضون ذلك تبرع سكان مديرية سرونا بالحبوب ل 55 أسرة فقيرة وفقا لوكالة الأنباء الإريترية إرينا. أقيمت دورة تدريبية حول التعرف على الذكاء الاصطناعي واستخداماته في مدينة دباروا في الفترة من 9 وحتى 16 من مارس الجاري. ركزت الدورة على مزايا الذكاء الاصطناعي وتحدياته والإدارة السليمة للوثائق وثقافة القراءة واستخدام المكتبة الرقمية والتراث الثقافي الغني وإدارة الوقت وأساليب التوثيق والتأهيل ودور القائد في بيئة العمل. وفي ختام الدورة أشاد المدير العام لقسم الثقافة والرياضة بالإقليم الجنوبي السيد إبراهيم يوهنس باهتمام المتدربين ومشاركتهم، مشيرا إلى أن هذا التدريب جزء من سلسلة دورات تدريبية تنظم لسد الثغرات المعرفية بين الحين والآخر واستمرار لها.
من جهته قال مسؤول قسم البحوث في المكتب المركزي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة سيد تسفاي قالتها أن المعرفة تتجدد باستمرار، وحث المتدربين على مواصلة تطوير معارفهم التي اكتسبوها من خلال العمل التطبيقي. وكذا حكم الإقليم الجنوبي السيد هابتا أبتس فازيون أن التدريب كان مهما وجاء في وقته المناسب. وتم في المناسبة منح الشهادات التقديرية للمدربين والمشاركين. تم التأكيد خلال اجتماعات عقدت في جميع مديريات إقليم عنسبة منذ 3 مارس وحتى 13 أنه يجري تنفيذ أنشطة متنوعة لتحسين سبل عيش المحاربين القدامى المعاقين. وقال مسؤول جمعية معاقي الحرب في إقليم عنسبة سيد شميلي والليغرغيس أن الاجتماعات هدفت إلى تقييم البرامج المنفذة في عام 2025 ومناقشة خطة العمل لعام 2026. وأضاف أنه منح قروض لنحو 90 معاقا بقيمة تزيد عن 1.1 مليون نقفة في عام 2025، ويتم العمل على متابعة المشاريع التي نشطوا فيها. وقال أنه تم إنفاق أكثر من 50 مليون نقفة حتى الآن في الإقليم لتمكين المحاربين القدامى المعاقين من الاعتماد على أنفسهم في مجالات يختارونها بأنفسهم، مؤكدا أن الانضواء في الجمعية له فوائد كثيرة. وأضاف أنه تم منح أكثر من 400 ألف قرض بدون فوائد ل 36 عضو في الجمعية خلال السنوات الأخيرة، وقد حققت معظمها مستوى الاكتفاء الذاتي. واختتم شمولي حديثه قائلا أن من بين الخطط المستقبلية بذل المزيد من الجهود لتحسين معيشة أعضاء الجمعية وتنظيم دورات تدريبية مهنية ومتابعة مشاريع ذوي الإعاقة وتعزيز التنظيم. هذا ويوجد 2311 عضوا منتسبا للجمعية في إقليم عنسبة وفقا للجمعية الوطنية لمعاقي الحرب. يقوم سكان بلدة محجر بأنشطة فعالة لحفظ التربة والمياه في المراعي. وقال خبير حفظ المياه والتربة سيد تخلة مريم زميكيل أن السكان يعملون يومين في الأسبوع لتنظيف 250 هكتارا من الأراضي في ضاحية فتحي. وأضاف أنه تم حفر أكثر من 600 حفرة لإعادة تأهيل الأراضي المتضررة من فقر التربة، وأنه سيتم قرص الأشجار في شهر يوليو القادم عبر الحملة الطلابية. من جانبها أوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في بلدة محجر السيدة يوردانوس جبرك زابير بأن مشاركة النساء في أعمال مد أنابيب المياه كانت عالية. أوضح مدير ضاحية فتح السيد واللي ميكائيل كداني أن 70% من أنشطة حفظ المياه والتربة المقرر تنفيذها هذا العام ستنفذ في المراعي. كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير وأنوافيكم بالأخبار العالمية. قم معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. في اليوم 18 من المواجهة الأمريكية الإسرائيلية المباشرة مع إيران، شنت طهران وحزب الله هجمات صاروخية متزامنة على مناطق بإسرائيل في حين سمع بانفجارات في العاصمة الإيرانية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجمات صاروخية على إسرائيل ضمن الموجة 56 من عملية الوعد الصادق 4، كما أكد استهداف مراكز للجيش الأمريكي بقاعدتي الظفرة والشيخ عيسى الجويتين وقاعدة الجفير البحرية. فغضون ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن بعض الصواريخ التي أطلقتها إيران حملت قنابل عنقودية، وأن أحدها ألحق أضرار مادية ب8 مواقع وسط إسرائيل. وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 142 إسرائيليا وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية جراء الحرب. ومع استمرار أزمة الطاقة الدولية بسبب إغلاق مضيق هرمز، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول المستفيدة من المضيق بالقتال والدفاع عنه، مؤكدا أن العملية العسكرية في إيران تتقدم بشكل جيد، كما لوح باحتمال استهداف جزيرة خارك الإيرانية مرة أخرى. ونقل موقع إكسيوس عن مصادر أن الرئيس ترامب يأمل الإعلان عن تحالف من الدول لإعادة فتح مضيق هرمز في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية في جنوب لبنان، مؤكدا أن الفرقة 91 بدأت عملية ضد ما قال أنها معقل لحزب الله في جنوب لبنان. قال نائب المتحدث باسم حكومة طالبان في أفغانستان أن ما لا يقل عن 400 شخص لقوا حتفهم، وأصيب 250 آخرون في غارة جوية شنتها باكستان على مستشفى لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في العاصمة كابول. ورفضت باكستان هذا الاتهام ووصفته بأنه كاذب مضلل، وقالت أنها استهدفت بدقة منشآت عسكرية وبنية تحتية تدعم الإرهابيين وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
يأتي ذلك في ظل النزاع بين باكستان وأفغانستان، إذ شنت إسلام آباد عدة ضربات على كابول خلال الأسابيع الأخيرة. وتخوض الدولتان نزاعا منذ أشهر سببه اتهام إسلام آباد جارتها بإيواء مقاتلين من حركة طالبان باكستان التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات دامية على الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية. هاجم مسلحون مركزا عسكريا في ضاحية مايدوغوري مركز ولاية بورنو بشمال شرقي نيجيريا في أول هجوم من نوعه منذ سنوات. ووقع الهجوم في حي إجيلاري كروس في الضاحية الجنوبية الغربية لمايدوغوري التي تقع على مسافة بضع كيلومترات من مطار المدينة. ولم تصدر السلطات التي تواجه تمردا لحركات مسلحة متشددة منذ 16 عاما أي حصيلة بعد. وأفاد ناطق باسم خدمة الإسعاف في ولاية بورنو ورود تقارير عن هجوم لجهات مسلحة خارجة عن الدولة قام الجيش بالتصدي له. وفي الفترة الأخيرة كثف مسلحو جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش ولاية غرب أفريقيا هجماتهم على أهداف عسكرية ومدنية. في الخبر الأخير، اتفقت كندا ودول الشمال الأوروبي على مواصلة العمل المشترك لحماية السيادة في القطب الشمالي وتعزيز التعاون الاقتصادي في ظل تزايد استخدام التكنولوجيا والتجارة الدولية كأدوات ضغط سياسي. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مع قادة النرويج والدنمارك وأيسلند والسويد وفنلاند في اجتماع جرى في النرويج، حيث أكد القادة أن التعاون الدولي القائم على القانون الدولي والقيم المشتركة هو السبيل الأفضل لتعزيز الأمن والازدهار. كما ناقش القادة توسيع التجارة والاستثمار بين الدول المتقاربة سياسيا، خاصة بعد التوترات الدولية الأخيرة والضغوط المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية والتصريحات المتعلقة بنية الولايات المتحدة ضم غرينلاند. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الاستثمار في المرافق الصحية يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بإقليم القشبركة. إشادة بمساهمة المواطنين في برامج التنمية بمديرية زرونا. تنظيم دورة تدريبية حول التعرف على الذكاء الاصطناعي واستخداماته في مدينة دبرة. دفاعات خليجية تتصدى لهجمات إيرانية وغارات إسرائيلية تضرب طهران. قتلى في غارة باكستانية على مستشفى بأفغانستان. القوات النيجيرية تتصدى لأول هجوم كبير على مايدوغوري منذ سنوات. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.